بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلام مختصر مفيد في هذه المقدمة. أكنا تحت البلاء ونريد أن ينتهي، أم كنا تحت العقاب ونريد أن ينتهي ولا نطيق؟ أكان بلاء أم عقابا؟ جعل الله لنا أداة لينتهي كل هذا. ما هو؟ إنه الاستغفار. إنه الاستغفار. طبعا إحنا بنتكلم عن الاستغفار للمصلين، للمسلمين الذين يصلون، لكن تشتتوا، لا يهتدوا سبيلا، ماش عارفين حالهم وين واقفين. فالاستغفار هو الخلاص من كل هذا التعطيل وكل هذا كل شيء لا يريحك في الدنيا. مش مرتاح، تعبان، مهموم، أمور لا تنتهي، تريدها أن تنتهي. سميها بلاء، سميها عقاب. نعم، إذا إحنا بدنا نقول الناس الذين تحت القصف هم تحت البلاء، فهناك طريقة للخلاص، إنه الاستغفار. نجأر إلى الله بالاستغفار، نلزم الاستغفار. ليش يا عمي يا أبو أحمد منين هذا الكلام؟ طبعا لا نريد أن ندخل على القصص، فآية من آيات الله تكفي، وهناك آيات مش آية تكفي آية أن نبينها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل يعقل إني أنا أكون، خلينا نقول مثلا أنا ولي من أولياء الله، القصف فوق راسي، أنا عمال أهرب يمنة ويسرى يمنة ويسرى، يوم جوعان ويوم عنص بطن، هل يعقل إني أنا أستمر على هذا الحال؟ أنا مش راضي. بدك تسميه بلاء؟ أنا مش راضي إني أظلني أركض وعدوك يبطش بيك. طب ما هذا مش نوع من أنواع العذاب؟ ليش أنت بدك تسمي هذا بلاء؟ بدك تسميه بلاء، سمي في لك كرت، في لك عمل تعمله ويخلصك من كل هذا. إنه الاستغفار عبادة استثنائية. تعرف لما بيجي جرف ماء سيل ويجرف فلان في الماء في الواد، شو بتمدله؟ بتمدله حبل. إن أمسك بهذا الحبل نجا. ما هو الحبل الذي نتكلم عنه الآن؟ حبل النجاة إنه الاستغفار. فلا يضيعك الذين يضللون الناس، أكان بعلم أو بغير علم. إحنا مش موضوعنا الآن الحسنات، موضوعنا أن نرفع هذا الكرب عن أنفسنا، نرفع هذا البلاء عن أنفسنا، نرفع هذا العقاب عن أنفسنا. كيف نرفع هذا العقاب أو البلاء أو الكرب؟ كل واحد بيعرف حاله، إنه الاستغفار. لكن أنا بعرف حالي إذا كنت في بلاء. هل أنا مرابي؟ يعني عندي ربا؟ هل عندي تبرج؟ هل عندي غيبة ونميمة؟ هل عندي أكل حقوق؟ هل عندي ظلم؟ هل عندي إباحيات؟ هل عندي سقطات بتخزي؟ هل عندي سقطات بتخزي إذا اطلع عليها الناس فضحوني؟ إذا كان عندي هذا فأنت لست تحت البلاء يا حلو، أنت تحت العقاب. ولكن مع هذا انتهي والزم الاستغفار وسيرفع الله عنك هذا الأمر، لأن الله لا يعذب من اتصف بالمستغفر. خلينا نفوت على موضوع آخر. هل يأذن الله؟ احنا كلاتنا عشنا وجربنا ومنعيش ومنجرب، احنا بالحياة مستمرين، بنسمع حديث بنطبقه، لكن لأننا مصرين، لازلنا مصرين على الذنوب، شو بصير؟ في انتكاسة، بتصير انتكاسة وبتترك الأمر. فهل يأذن الله لك مثلا إنك تستمر بالاستغفار
أنت لا زلت على ما أنت عليه من الذنوب، هل يأذن؟ ستكون هناك انتكاسة، وهيك تفطر العزيمة وتخرج من دائرة الاستغفار، حتى لا حتى يكون الله أصدق منا، وإنك دائما أنك ما استغفرت، فما حقت عليك الرحمة، ما حقت عليك أن وما كان الله معذبهم، لا ما وفيت شروط ما كان الله معذبهم يستغفرون. عشان هيك جفف أسباب العقاب. الآن أنت بتقول تحت البلاء، إذا أنت كنت تحت البلاء يعني ما عندك غيبة ولا نميمة ولا ربا ولا انبطاح تحت الشهوة ولا تذلل للناس عشان لعاعة من هذا من حطام الدنيا، ولا عندك شرك خفي، يعني أنت إنسان مراقب لله، خايف لله، تخاف الله، لكن الأحوال هيك مقلقة متعبة أنهكتك، وتظن إنك بحديث رسول الله الأنبياء أشد بلاء ثم الذين يلوا ويلوا ويلوا، أنت واحد منهم الذين يلوا حتى إن شاء الله 10,000 درجة، لكن أنت بتظن إنك على خير، لكن الله لا زال البلاء لا يرفع. الله أعطاك كرت، مش إحنا مثلا لما بنلعب لعبة بتقول انه انا خلص يعني في باللعبة انه خلص انا وقفت لا استطيع اكثر، فمسموح لك انك توقف، مسموح لك انك توقف، انه لا استمر في هذا اللعبة، يعني لانه اللعبة صرت انا اتعب فيها، او فبقول خلص انا استسلمت لا اريد ان استمر، برفع يدي، وانت بالاستغفار بترفع يديك، خلص يا ربي انا مش قد البلاء هذا، خلص وقف لي اياته. من الذي ألهمنا البلاء الاستغفار؟ إنه الله جل في علاه في الوقت الذي نريده. فإذا كان البلاء مستمر عليك، مثلا تحافظ لكتاب الله وانت لا تزني ولا تكذب ولا ما شاء الله عليك، لكنه التعطيل مستمر، يا أخي مليح، جاء عليك البلاء كما جاء على، يعني هو باب من باب الإعداد، البلاء باب من باب إن الله ما يخليك، لا يبقيك متعلق في هذه الدنيا ولا بأي شيء، أي شيء حبيته يسحبه الله منك عشان لا تتعلق فيه، الله يريدك أن تتعلق فيه، لا تجارة ولا ولد ولا مال ولا منصب ولا شيء، فالله بيسحب منك كل هذه الأمور، لأنك أنت يا إما بتتعلق في الولد، فإذا أخذ الولد والعياذ بالله بتتعلق في المنصب، وإذا أخذ المنصب منك فبتتعلق في الجاه أو بتتعلق في المال أو هكذا، فالله يأخذ عشان يريد أن يبني منك رجل يتعلق في الله، عارف الله، وتوكل على الله حق التوكل. يا جماعة التوكل على الله مش أنت بتعمله، إن الله يعطيك هذا التوكل. كيف واحد قلقان بده يتوكل، مهموم مكروب عليه دافع ومش عارف كيف، لا الله بيربط على قلبك وبيعطيك امورك ما شاء الله عليه، لانك تستاهل انك انت تكون من الذين يتوكلون على الله، عطاء من عند الله، والذين يتوكلون على الله حق التوكل. لا رزقهم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، الله بيعطيك اياته، هذا الذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا، والسبيل من سبل الله ان يعطيك اياه. فقل للمكروبين، قل للمهمومين، قل للذين يظنون انهم تحت البلاء، قل للذين يظنون، الذين متاكدين انهم تحت العقاب، قل لكل مريض، كل مديون مكروب مهموم محسود مسحور، اذا طفح الكيل معك وتريد ان تنتهي الزم الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلص اذا انت ضاقت نفسك في هذا الأمر لا تستطيع أن تستمر، نعم خليك أنت بتدريب بالجيش، تدريب بالجيش بيصير الضابط يشد عليك ويشد عليك ويشد عليك حتى لا تستطيع أن تتحرك، قل له خلص أنا بطلت أستطيع، خلص لا أريد أن أقبل، فما في حيل، وأنت بتقول لله بالاستغفار يا ربي أنا خلص بطلت أستطيع أن أكمل في هذا البلاء أو العقاب. فالمبتلى يطلب رحمة الله أن يرفع عنه هذا البلاء بالاستغفار،
والذي تحت العقاب فلينتهي من ذنوبه. عددنا لك كثير من الذنوب التي تستهين فيها هي السبب. انتبه للشرك الخفي فهو يحبط العمل. فأمور كثيرة كلما سمعت حديث سيكبك الله في النار منه اهرب منه، ولا تظن إن هناك شيء يمحاه إلا الهروب منه. يعني يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار، فاهرب من الكلام البذيء وأذية الناس. ما بينفع إني أستمر بالاستغفار وأنا عمال أعمل هذا العمل. حديث المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى وعمل من الخيرات كثيرا لكنه سب أخلاقك يا مسلم. الله بده يبني أمي، مش بده يبنيك أنت لحالك وأنا لحالي وكل واحد لحاله فاتح بيته وعامل مصلحة وعامل متجر لإله ومكيف لحاله. لا، إحنا المسلمين أمة، بينفعش نكون أفراد عند الله ملكاش وزن كفرد، ملناش وزن عند الله كفرد. إذا كان تفكيرنا الأنا أناني، إلك وزن عند الله إذا كنت تركض لمرضات الله وتطبق أوامر الله. لكن الله بده إيانا أمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمة ذات أخلاق عالية. فنحن المسلمين نختلف عن العالم كله. لا تقول لي فلان ولا تقول لي فعلان، لا تقول لي الأمم هاي كلها فجرة ولكنهم أموالهم وأرزاقهم كثيرة، لا تقول لي هذا. أنت لك عزي في أمر واحد مع الله، كما يريد الله وليس كما تفعل. ووصلت الفكرة إنك أنت إذا رأيت خلص بطلت أستطيع أن أستمر باللي أنا فيه، خلي سمي سحر وأنا مبتلى بهذا السحر ولي 30 سنة وانت بتعد حالك من خير الناس، الزم الاستغفار. الزم الاستغفار. ليش الزم؟ لأنه هو حديث لرسول الله وإحنا لزمنا وخلصنا. وهناك آلاف بل عشرات الآلاف القصص دونت عن من لزم الاستغفار. من لزم الاستغفار القصف، دمار، جوع، تعرية، فضايح، أمور، دين، نكد، كرب، تيه، يعني أريد أن أنتحر، ما في أفق للخلاص. من لزم الاستغفار، طبعا الآيات كل التي تتكلم عن الاستغفار تؤيد هذا الحديث، ونحن وجدنا هذا الحديث بالحذافير. من لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا. أنا متضايق يا أخي، هذا القصف اللي بصير، على هذا التدمير اللي بصير، على هذه الويلات اللي بتصير، على هذا التيه والذل والهوان. أنا متضايق على الديون التي ركبتني، على الأمراض التي ركبتني، على أحوال أولادي، على أحوال بيتي، على أحوال أهل بلدي، على أحوال كل شيء من حولي. أنا متضايق. من كل ضيق مخرجا ومن كل هم. أنا مهموم يا أخي. إلى أين مآل هذه الحروب؟ إلى أين؟ تقصف بيوت، تدمر، تمحى عائلات. إلى متى؟ ومن كل هم. مديون، مريض، بدك عروس، بدك تتزوج، بدك شو بدك من هذه الدنيا؟ خذها هاي القاعدة. ومن كل هم فرجا سيفرجها الله عليك. ومن كل بلاء عافية. نعم، هناك في حديث ومن كل بلاء عافية. ومن كل ورزقك من حيث لا تحتسب. رزقك المال، الزواج، الولد، المطر، الرزق، العلم، التمكين، القوة، نعم، الحياة الطيبة. وأي قوم استغفروا ربكم. شوف الله بخاطب الأمة، القوم، قوم يونس عرفوا شو يعملوا. طب ليش احنا منعرفش؟
أين أصحاب المنابر؟ وانت يا صاحب القناة الذي يعني أصحاب القنوات، أنت كمان صاحب منبر، لماذا لا تبلغ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نتراجع من ذنوبنا، كل واحد يتفقد ذنوبه، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. بالله عليك إذا أنا قلت لك هات أدللك يوم كما قال الله جل في علاه، بدي أدللك يوم، هل يستوي ما أنا أقول؟ لو أنا أبو أحمد بتعرفوني وجاء أمير دولتك قال لك اليوم يا فلان ده أدللك، بروح إنه بده طعميك عصير، بروح تفكيرك هيك، ولا بده يعطيك سيارة ودار وبيت وخذ شو بدك؟ ولله المثل الأعلى. لازم تعرف في حبل، لا تبقى تبحث تقول لي أنا بعقاب ولا أنا ببلاء وإحنا أمي ولا مش أمي. أنت عندك أعطاك الله شيء، مفتاح البيت، في عدة أبواب فيه. إذا عندك مصالح وعدة أبواب، باب مفتاح للسيارة، مفتاح للغرفة، مفتاح الرئيسي تبع البيت الرئيسي، إذا عندك مصلحة كمان مفتاح، إذا بيت أهلك معك مفتاح، كل مفتاح بيفتح شيء. والاستغفار، طبعا احنا نحكي مع الناس المصلين عشان في ناس تتصيد بالماء العكر، بتتصيد هيك عشان تقول كأننا نتكلم على الغير مصلين. الاستغفار هو هذا المفتاح الذي ينهي ما أنت فيه من تعبت يا أخي من هذه الدنيا. إلى متى؟ هاي إلى متى أنت انهيها. كيف بدي أفهمك إياها أكثر من هيك؟ بالاستغفار بتنهيها. بتحفظ كتاب الله بتنهيهاش، بتصلي قيام الليل بتنهيهاش، بتصلي على رسول الله بتنهي موضوع مش كل المواضيع. قيام الليل بجيب لك مش ما بجيب لك، والصلاة على رسول الله بتجيب لك وعظيمة، وزيادة الصلاة بتجيب لك، والحوقلة بتجيب لك، لكن الاستغفار بجيب لك. انتهيت من الهم الذي تعلمه والذي لا تعلمه، ويفرج الله عنك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. من كل هم، من كل هم. أنا لا أستطيع في دعاء واحد وأنا ساجد أسأل الله بكل شيء. أنا شو بعرف إنه جاي علي مشكلة أكبر مني لا أستطيعها؟ أنا ما بعرفش، أنا أسأل الله عنها. لكن أنا بلزوم الاستغفار الله قال ومن كل هم فرجا وبكل ضيق. لا أريد أن أساوي بين قرنت بين الصلاة على رسول الله. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك هنا من كل ضيق ومن كل هم ومن كل بلاء عافية، ويرزقك من حيث لا تحتسب. لا نقلل من باقي العبادات أبدا، لكن معك مفتاح. بدي أفوت يا عم أبو أحمد أنا على غرفتك، طيب معك مفتاح اللي أعطيتك إياه؟ لا، ماسك مفتاح البيت، بيفتحش مفتاح غرفتي أخي الكريم. هذا المفتاح ما بيفتح مفتاح غرفتي. معي مفتاح دار أهلك بيفتح لا يا أخي، ما بيفتح. في مفتاح واحد الذي يقضي لك كل هذه الأمور، إنه الاستغفار. مش أنا اللي قلته، الله اللي قاله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الله اللي قال مش أنا اللي قلت. وين موجودة هاي الآية وما كان الله معذبهم ويستغفرون؟ نعم في آية بتقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإيمان حتما إنك أنت تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والرسل والكتب، وإنك أنت فتشكر هو أن ترد فضل الله عليك لله مش لغير الله، وأن تبقى ذاكرا لله. أفلا أكون عبدا شكورا؟
فما بينفع اني انا اصلي الليل والنهار ذاكر لله وبالاخر اقول والله اجلكم الله كاد ان يسرق البيت لولا ان الكلب نبح، او والله لولا ابو احمد ما كنا عرفنا شو معنى الاستغفار. فلا يجوز. الله اللي جاء بك ليعلمك وعلمني من قبلك. فبتقول فضل الله علينا كبير، فضل الله علينا كبير أن فتح علينا بالاستغفار وجاء لنا مثلا أبو أحمد كان سبب أنه يعلمنا هذا الأمر، أو غيري وهكذا. إخوتي الكرام، الله أعطاك مفتاح، لا تضلك تبحث عن مفاتيح، والمفتاح هو الاستغفار. في عندك مشاكل، كيف بدي أجيب لك إياه؟ اليوم عندي جرح، أنا هنا عندي جرح دم عمال يسيل، بدي لاصق، بدي لاصق، منفعش قرص دواء بنفعنيش هنا، بدي لاصق هنا، بدي اللاصق، مفهوم؟ راسي يعني هنا ما بينفع لا دواء ضغط ولا بينفع دواء يعني قرص دواء لوجع الأضراس ولا للنزل ولا بدك لاصق. توقف النزيف. وتوقيف النزيف الذي نحن نعيش فيه الاستغفار. بدك اتفضل خذه، بدكاش خليك تحت العقاب، ولن يغير الله واقعك. أعطاك كرت. ليش ربنا قال لك في الاستغفار في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليه ما قالها في مكان آخر؟ يعني أنت مش معظم الاستغفار، ولا مش معظم الله، ولا أنت مش مصدق الله كل هذا العطاء الذي يعطيك إياه بالاستغفار؟ ليه؟ الله طلب من بني إسرائيل قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أنت قال لك إلزم الاستغفار يمكن لك في الأرض ويمددكم بأموال وبنين. هذا هو التمكين لك وتمكين للأمة. أنا بدي أطلعك من دائرة إنك أنت تحت البلاء أو تحت العقاب. كل واحد بيعرف حاله طبعا، كل واحد بيعرف حاله، إلا أسير شهوته، إلا إنسان أناني حقود حسود لا يحب الخير لحدا. كيف أن يكون تحت البلاء؟ كيف؟ إلا إذا أنت بتسمي إنه البلاء هو العقاب. الأنبياء أشد بلاء، تعليم، رفعة، الله يعلمهم، الله يريد أن ينزع عنهم حب أي شيء يتعلق فيه، الله يريد أن يعلقهم فيه جل في علاه، الله يعدهم إعداد، نعم يريد أن يرفع درجاتهم كمان وكمان وكمان. في تعليم يعلم أمة. فالرسول عليه السلام عندما سحر ما بينفع يتكلم عن السحر وهو لا يعرف ما معنى السحر، فسحره الله فعرف شو صار معه بالسحر، عرف. ما بينفع انت تتكلم عن السحر وترشد الناس السحر انت اصلا ما كنتش مسحور. انا لما بقول لك اترك التدخين ما بينفع يكون شيخ ما عاش انه كان يدخن ويقول لك اترك التدخين، ما لا يجوز. ما انا بعرف قديش يعني انا كنت مدخن وعدة مرات تركت التدخين، وكلما تقربت الى الله بالحمد لله رب العالمين كنت اترك التدخين. بعرف قديش صعب انك تترك التدخين، ولكنه والله هكذا مجرد ارادي. خلص حبا في الله، لانه الله بيساعدك لله لما بتتركه لله وخلص. ما بينفع انسان مثلا بيشتغل شغله، واحد بيشتغل بالليل، كل شغله بالليل، بيشتغل بالليل، يعني هذا الشغل بالليل معلمينه بالمصلحة ما بيقبلوا يشتغلوا بالنهار، شغال ليل نهار. الصلاة في المسجد، طيب يا عمي أنا مش قادر أصل للمسجد. طيب كل الصلاة في وقتها أفضل. ما أنا مش قادر أصل. إحنا لسنا دولة إسلامية تحكم في كتاب الله، يعني نحن لسنا مسيطرين إلا بأوروبا. شو بدي يعمل يعني؟ قدر المستطاع اركض إلى طاعة الله، قدر المستطاع. يمكن يعلمك ببطلك من الشغل،
لكن إذا أنت كنت صادق لربما الله يرتب لك شغل فيه صلاة فجر، فيه صلاة ظهر، فيه صلاة عصر مقصود في المساجد، أو في 4 صلوات من أصل 5 في المسجد، أو هكذا. أنا جنحت، لكن أنا بدي أقول لك إنه الاستغفار وكأنك بتقول له يا رب خلصت، ارفع عني البلاء، ارفع عني العقاب، فأنا لا أطيق أكثر من ذلك. والله بقول لك كفيت ووفيت، وصلت لهي المرحلة، فهمت؟ كفيت ووفيت، وصلت لهي المرحلة. خذ هذه الحياة الطيبة، خذ أجر هذا الاستغفار الذي وعدته. أنا ب 2015 يا جماعة كنت فقط مقضي عني $4000 عندما تركت الاستغفار، لكن مباشرة بعد ما تركت الاستغفار قضى الله عني $80,000. لا يخلف الله وعده. أنا اجتهدت بفضل الله، أنا أكثرت، أنا صدقت، أنا استمريت، لكني تلسنت بكلمة كانت السبب إني أنا أنتكس. عندما قلت سألوني من أين لك هذا يا أبو أحمد، هذا الكلام الذي بتعلمنا إياه في الدروس؟ قلت له اجتهادي. هنا سقطت أنا. أذهب الله عني كل هذه العبادات، 30,000 استغفار، و1500 صلاة على رسول الله، و5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، و13 ركعة من قيام الليل، وكانت في رمضان 20 ركعة، والدروس كنت ألقيها في المدارس، وصدقات كنت أعمل كل هذا من خلال 6 أشهر. لكن سبحان الله السداد كان مباشرة بعد العيد، يعني وكأنه لا يخلف الله وعده، فالله حقق لي وعده. لربما كان إعداد عشان أجي إليك اليوم ب 2022 وأبدأ أتكلم عن هذا الموضوع. نعم، لربما كان إعداد أعدني الله جل في علاه بالاستغفار حتى كل شيء تحقق، وبعدين أخذت سورة البقرة، وكان من باب الإعداد كله لربما، لكنها كانت انتكاسة قوية جدا جدا. تركت الاستغفار وتركت كل الذي كنت أعمله، طبعا مش الصلاة، رجعت إنسان عادي. اقبل من الله هذا الاستغفار. يقول إنه هذا رياء. أقول لك كلام وكل مجرد كلام. الرياء مرض يصيب المعلم في المدرسة، يصيب الإمام في المسجد، نعم، يصيب المتصدق، يصيب المؤذن، يصيب الحافظ لكتاب الله الذي يريد أن يصدع بصوته ويقول من خير مني ومن أجمل، وكأنه خلق نفسه، والإمام كيف خطبتي، وهذا كيف أنا، وكيف هذاك، وكيف أنا. هذا هو الرياء، مرض. لكن قد يكون حافظ لكتاب الله ويمشي بالأسواق ويقرأ القرآن بأعلى صوت وليس في قلبه مثقال ذرة من رياء، مبسوط في قرآن اللي بيقرأه، وفلان ماسك المسبح ويستغفر في كل مكان، عسى الله أن الناس تقتدي به، مش شوفوني بستغفر. أمراض بالقلوب. قد يكون الشيخ مرائي، ويكون المعلم مرائي، وكلنا مرائين، لكن الذي يريد الخير للأمة. وأعتذر بس تبين كلام مهم جدا، إن مع سورة البقرة تحلق هذا الظهور، هذا حب الظهور يحلقه الله مع سورة البقرة. خلاص بكفي هنا، كنت بدي أنزل قصص، بلاش ننزل قصص. فاقبل من الله إنه أعطاك حبل نجاة. داك إذا أنت من الناس اللي بتظن طيب ليش تحت القصف؟ طيب مليح تحت القصف والقصف مستمر ولا يريد أن يرفعه الله، أعطاك كارت، اقبل منه الكارت، اقبل منه لله، وعظم الله، علم الناس، قل يا أخي ارمي الكلام هذا بوجه فلان، قل له يا أخي ارفع عن نفسك العذاب، الله بيقول ما كان الله معذبهم ويستغفرون. طب إذا أنت بتعد حالك يعني تحت القصف وتحت التعذيب وتحت السجون قل له يا أخي الاستغفار بنجيك، هذا وعد. ما أنا بستغفر، قديش بتستغفر؟ قال
كم ألزم بالليل وبالنهار، كثير عليك؟ في أجمل من أنك تردد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، واذكر الله في قلبك في لسانك، يعني باللسان والشفتين، ودون الجهر من القول. خليك. لئن ذكرني عبدي في نفسي ذكرت في نفسه، لئن ذكرني عبدي بنفسه في نفسه ذكرت في نفسه، ولئن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. نعم، علموا الناس الاستغفار. هذا الحبل لما انت بجرفك السيل الاستغفار، ولا تجد من يمد لك اليد، انه الاستغفار. لا تقول لي صلاة على رسول الله ولا حوقلي ولا اي شيء اخر. كل من العبادات وكل شيء له شيء، هذا الحبل. فالمتفلسفون لا يضللوا الأمة. إذا كان عندهم غيرة على الأمة فليدخلوا ويقرأوا قصص المستغفرين. ما تركوا عبادات، وأنا واحد منهم. ما تركنا عبادات نتقرب فيها إلى الله، عسى الله أن يغير واقعنا. وكأنه خليك يا أخي بتقول إنه أنت في بلاء، جميل، تعبت من البلاء، خلاص الله أخذ لك أول ولد وثاني ولد ثالث ولد خلاص، بدك تخلي لك ولد، قل يا ربي خلاص أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سيتوقف الأمر. أنت تجارتك خربانة وعايش في حالها، وصرت بايع نص أرضياتك نص أملاكك، بدك خلص يوقف. أنت حافظ كتاب الله والشيخ رايح جاي على المساجد وهكذا، ولكن تجارتك معصة، بدك توقف، إلزم الاستغفار. بدك أنت تحت العقاب تؤمن الذنوب والزم الاستغفار، ينتهي كل شيء وتنقلب الحياة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل بفضله. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم، الله بيقول لك ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت ليه بتعظمش الله بهذا الكلام؟ ليش بتعظمش الله في هذا الأمر؟ الطابي الكرة في مرماك معك، بينوا للناس هذا الكلام. والله من كان في قلبه مثقال ذرة من غيرة على ما يحدث في هذه الأمة من هذا الهدم والدمار الذي يصيب الأمة، لأن الله أعطاك كرت، الله أعطاك كرت كما قالوا العلماء، إن الله أعطاك رخص فيحب أن تؤتى رخصه. مثلا أنت كنت مسافر في الصيام وقطعت المسافة التي تجيز لك الإفطار، فالله يحب لك أن تفطر. وهكذا الله جعل لك كرت، لما بتتعب ارفعه، مش بقول استسلمت، تستسلم بالاستغفار. خلاص يا رب الآن لا أستطيع، لا بلاء ولا عقاب ولا شيء، أنا رفعته، الزم الاستغفار، حقق لزوم الاستغفار ولك البشرى. الله يرضى عليكم. فعمموا هذا الكلام، عمموا هذا الكلام. الموضوع ليس موضوع أوراد، إحنا مش وقت الأوراد إسا. بالاستغفار بتعرف الله، ستعرف من هو الله، ستعود الثقة لك في الله وفي دين الله وفي أمة الإسلام، في الإسلام نفسه. أمة الإسلام ستعود بالاستغفار سيبقى البطش بطشا فوق الرؤوس حتى نلزم الاستغفار ونتوب ونعود إلى الله. طبعا إحنا مصلين، عشان ما حداش يقول لي الصلاة أولى، بس أنت بالأصل صلاة. أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. الله يوفقكم، بارك فيكم، وانشروا هذا الكلام. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.